حسيتي فجأة ان حياتك رجعت لخبطة؟ كأنك بعد ما كنتي منتظمة في عاداتك وروتينك كل حاجة فكت، او يمكن اصلا حاسة انك في دوامة طول الوقت. عقلك مش مرتب، افكارك متلخبطة، وحياتك ماشية من غير اتجاه واضح. لو جاوبتي بأيوة على اي سؤال من دولت فاحب اقولك ان ده طبيعي جدا، بس الطبيعي ما يعنيش نفضل كده. في الفيديو ده هنمشي مع بعض خطوة بخطوة ونفهم مع بعض ازاي نرجع التوازن لعقلك وتنظيمك وحتى البيئة اللي حواليكي، خصوصا اننا دخلنا اخر شهرين في السنة، الفرصة الذهبية قبل ما 2026 تبدأ. فلو بتحبي تطوير الذات تابعي للنهاية، لان النقاط دي هتغير طريقتك في التفكير. وخلونا نبدأ. ايه السبب اننا بنبدأ النظام بحماس وبعدين نوقف؟ ليه بنلتزم اسبوع، شهر، شهرين وبعدها بندوس فرامل؟ السر هنا اننا مش دايما عارفين امتى نوقف صح وامتى نكمل. الراحة مش ضعف، والالتزام مش شغل طول الوقت. زي الاكل الصحي مثلا، لو فضلتي تمنعي نفسك عن كل حاجة للابد في يوم هتنفجري وهتلاقي نفسك اخدتي اسبوع فري بدل يوم فري. طب ليه ده بيحصل؟ لان مفيش مكافأة، فعقلك محتاج يحس انه بيتكافئ مش بيتعاقب. اليوم الفري هنا مش كسر للانضباط، هو جزء منه، هو شحن طاقة زي البنزين للعربية. فالراحة مش ضد الشغل، الراحة جزء من النجاح، وزي ما بنخطط نشتغل لازم كمان نخطط للراحة. اول بوينت معانا هدي السرعة. لما بنلخبط ونحاول نرجع كل حاجة في نفس الوقت بنخلق ضغط داخلي ملوش لازمة. فابدأي بعادة واحدة صغيرة جدا، مش خطة حياتك كلها. فالفكرة هنا انك مش هتبدأي بحماس كبير، ومش هتحطي كذا عادة عايزة تكتسبيها، وبرده مش هتقسي على نفسك وتعملي نظام صارم انك تصحي مثلا 5 الصبح تشربي 20 لتر مية وتتمرني 5 ساعات وتقرأي كتاب كامل في ساعة واحدة. لا 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 لا. الفكرة هنا انك هتبدأي بحاجات ابسط مما تتخيلي. مثلا عادة القراءة فتقرأي 5 صفح، او مثلا عادة شرب المية فتشربي لترين مية، مثلا تنتظمي على الجيم ساعة واحدة في اليوم. او حتى لو عايزة تبدأي رحلتك بانك تتخلصي من عاداتك، مثلا تتخلصي من عادة التليفون. بالمناسبة النقطة دي هنتكلم عنها بعد شوية. فمثلا تقللي استخدام التليفون ساعة في اليوم، او تمنعي نفسك تستخدمي تليفونك بس قبل ما تنامي بساعة، وهكذا. الغرض هنا انك هتبدأي تحققي قاعدة 100%، يعني افضل كل يوم 1%. فاكتبي في الورقة بتاعتك العادات اللي حابة تغيريها او تبنيها، وتختاري اول عادة عايزة تبدأي فيها. بالمناسبة بعد اسبوعين من اختيار عادتك، او لما تحسي انك اتعودتي عليها وبقت سهلة، زودي العادة التانية عادي، وهكذا. حتى لو هتطولي عشان تتعودي عليها مفيش مشكلة، فانك تبني عادة وتلتزمي عليها ببطء افضل من انك تحطي كذا عادة وتنتظمي عليها مؤقتا ويبقى نجاح مؤقت وترجعي لنقطة الصفر تاني. فاوعي تفكري انك بكده هتطولي او مش هتنجحي، ما هي الا بدايات، وهتلاقي نفسك واحدة واحدة احسن بكتير. الله اعلم من صفحة كتاب ممكن يغير تفكيرك قد ايه. فحتى القرارات الصعبة اللي بتاخديها في ثواني يا اما بتغير حياتك للاحسن او للاسوأ. وانك تسيبي العادات السيئة وتركزي على العادات الايجابية، فده في حد ذاته قرار هيقلب حياتك 180 درجة للاحسن. ومش محتاجة اقولك طبعا يا امورة انك اخترتي المسار الصح. ننتقل للنقطة التانية، غيري وجهة نظرك عن نفسك. يمكن اهم خطوة في كل ده انك تغيري طريقة نظرتك لنفسك، لانك لو شايفة نفسك انك مش منظمة او بتفشلي بسرعة او مش هتقدري تكملي، فانتي متوقعة من نفسك انك توصلي وانتي بتعمليها كده. لو عندك طفل صغير بتفضلي تقوليله مش هتجيب درجات حلوة، وانت عمرك ما ذاكرت كويس، وانت مش هتقدر تعمل كده، وانت في كل مرة بتراكم انا زهقت منك، الطفل في حد ذاته هيجيله احباط يوقفه عن المذاكرة فترة طويلة. ففي نفس الموضوع مع نفسك لازم لك انك تعملي نفسك بحنية ولطف، ولكن في نفس الوقت اكيد لازم تكوني شديدة في بعض المواقف، زي انك تكملي مهمتك وغيرها. والكلام الايجابي اللي هتقوليه لنفسك وهتصدقيه لنفسك عقلك هيصدق ده وهيتصرف على اساسه. والحقيقة ان كل مرة قمتي فيها بعد وقعتك، كل مرة بدأتي من جديد، كل مرة واجهتي التعب وكملتي، كانت دليل انك قوية مش ضعيفة. فخدي بالك، نظرتك لنفسك هي اللي بتحدد تصرفاتك. فلو شايفة نفسك بنت عندها إرادة حتى لو بتتلخبط هتتصرفي كده، ولو شايفة نفسك كسولة عقلك هيبرمجك على الكسل. فابدأي من النهاردة انك تكلمي نفسك بإيجابية. قولي انا بتعلم اكون منظمة اكتر. وده ينقلنا النقطة الثالثة معانا، وهي السعي باقي النجاح. بصي يا جميلة، كل الناس بتحلم توصل، بس مش كل الناس بتسعى بجد. فما فيش نجاح بيجي بعد لحظة واحدة، النجاح بيجي من سعي صغير متكرر كل يوم. الناس فاكرة ان النجاح لحظة انتصار، لكن هو مش لحظة، هو طريق طويل اسمه السعي. كل مرة بتقومي فيها بعد ما تعبتي، كل مرة بتعملي خطوة بسيطة بدل ما تستسلمي، دي مش خطوة عادية، دي نجاح لوحدها.
فالسعي هو انك تكملي حتى لو مش شايفة النتيجة دلوقتي، هو لما تحسي انك تايهة ومع ذلك تختاري تتحركي خطوة لقدام، هو لما تصحي يوم مش عندك طاقة بس تقولي لنفسك هعمل اللي اقدر عليه النهاردة. الفرق بين اللي وصل واللي لسه مش في الذكاء ولا عمره كان في الحظ، ولكن الفرق في اللي كمل وانغمس في المهمة وعاشها بتفاصيلها. فمثلا لو زرعتي النهاردة وما شفتيش النتيجة بكرة، ده مش معناه انك فشلتي، معناه ان النبتة لسه بتنمو تحت الارض. فافتكري دايما اللي بيسعى بجد مهما اتأخر هيوصل، مش بسرعة لكن بثبات، لأن السعي الحقيقي مش بيضيع أبدا. رابع بوينت معانا الابتعاد عن المشتتات. هل حسيتي قبل كده انك عايشة طول اليوم في دوامة، تمسكي الموبايل ثانيتين تردي على الرسالة وتلاقي نفسك بعدها بنص ساعة لسه بتقلبي، أو تبدأي تذاكري وتفتكري فجأة انك محتاجة تنظمي الدولاب؟ ده مش كسل، دي مشتتات، ومش أي مشتت، دي حاجات صغيرة جدا بس بتاكل من تركيزك كل يوم. أولا افهمي يعني ايه مشتت فعلا. المشتت مش دايما الموبايل او السوشيال ميديا بس، المشتت ممكن يكون افكارك، شخص بيستهلك طاقتك، او حتى احساسك انك لازم تعملي كل حاجة في نفس الوقت. كل حاجة بتسحب منك تركيزك من غير ما ترجعلك مقابل حقيقي، دي مشتت. بس فجأة تلاقي نفسك فقدتي الحماس وفقدتي الوقت. تاني حاجة، المشتتات مش هتختفي بس انتي لازم تتعلمي تديريها. مش منطقي خالص اننا نعيش من غير موبايل او من غير ناس او من غير مسؤوليات، بس ممكن نتعلم ازاي نحط حدود واضحة. يعني مثلا اقفلي الاشعارات الغير ضرورية، او حطي وقت معين للسوشيال ميديا، او حتى استخدمي مؤقت تايمر يخليكي تركزي نص ساعة وبعدها خدي بريك بسيط. فالتحكم هنا مش انك تلغي المشتتات، فالتحكم هنا انك تختاري امتى تسمحي ليه ان هو يدخل حياتك. المشتتات النفسية اخطر من المادية. تعرفي ان اكتر حاجة بتشتتنا مش الحاجات اللي حوالينا بل اللي جوانا، القلق والتفكير الزايد ومقارنة نفسك بغيرك، دي كلها تسرق تركيزك حتى وانتي قاعدة في مكان هادي. خدي وقتك كل يوم 10 دقايق بس مع نفسك، اكتبي اللي مضايقك او حتى اقعدي مع نفسك، اكتبي مشاعرك، اتوضي وصلي ركعتين. فالمشتتات بتقل لما اللي جواكي يهدى مش اللي بره بس. حاولي دايما تخلي صوتك الداخلي متوازن ومستريح، ولو في حاجة مضايقاكي او مضايقاه حاولي تلاقي حل ليها وتكتبيها في ورقة وتبدأي تحلليها. سادس حاجة، الناس ممكن تكون مشتت لو ما سمحتيش لنفسك تختاري دايرة صحية. مش كل الناس حواليكي بتدي طاقة، في ناس بتسحبها وفي ناس كلامها دايما سلبي او بتحسسك انك دايما مقصرة. خلي دايرتك صغيرة بس فيها ناس بتشجعك وبتفهمك. الطاقة اللي حواليكي اهم بكتير من عدد الناس اللي في حياتك، عشان كده اختاري اللي يخليكي تحبي نفسك اكتر مش اقل، واي حد غير كده اقطعي معاه على طول. وفي اخر الفيديو بتمنى من كل قلبي انه يكون عجبكم، وبتمنى انه يكون خفيف ولذيذ وبسيط عليكم وعلى قلبكم. ما تنسوش ان النجاح في الطريق، وان ورا كل سعي بتسعوا لي حقه والنتائج جايه لكم كده كده. اوعوا تفكروا انكم مش هتوصلوا او تستصعبوا الموضوع على نفسكم. بدام فلان او فلانة اللي واخدينهم قدوة قدروا يعملوا ده، هتقدري انت كمان تعملي ده. انت قادرة انك تعملي ده يا جميلة، وانا واثقة فيكي. اهم حاجة توكلي على ربك وانغمسي في السعي، ويكون عندك صلة مع رب العالمين ومع نفسك، وتكوني منتبهة لصوتك الداخلي، هل هو فرحان، مضغوط، متضايق؟ ولو في اي حاجة عكس ارادتك حاولي تعدليها او تحليها. و thank you so much for watching، واشوفكم في الفيديو الجاي.